السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، مساءك وعسل سكر زيادة. أحلى مسا عليكم أخواتي وأحلى مسا على الناس كلها. طبعا احنا داخلين على اللفت جوه علشان نشوف الزاجل. طبعا احنا وقت العصر على فكرة، طلع متأخر شوية بس عشان كان عندي زغاليل فوق بدشرها، وكان عندي زغاليل جديدة فاتحها وريتها لكم من الفيديو اللي فات. ولكن الفيديو ده احنا هنخش نتابع الزاجل ونشوفوا الزاجل عامل معانا ايه. يلا بينا نخشوا مع بعضينا، يلا بينا. بسم الله. طبعا اخواتي احنا اول حاجه كده احنا معانا الزغاليل هنا اهي زي ما حضراتكم شايفينهم اهم. تمام. بصوا بقى، معلومه انا اكتسبتها من الزاجل. لما تيجي تطلع زغاليل زاجل في مكان هتنشه، طلع الزغاليل صغيره. بص عاوز يطلع ازاي. طلع الزغاليل صغيره تكون ما بتعرفش تطير، يعني بمعنى صح ما يكونش الزغلول شايل نفسه. لو طلعت الزغلول وهو شايل نفسه، حتى لو دشرته، لو شال نفسه وجرى كده بعيد، اسمع مني عشان حصلت معايا، ممكن الزغلول ما يجيش. انا دشرت زغاليل هنا 15 يوم، 15 يوم متدشرين هنا وقاعدين هنا، ولما فتحتهم بعافيتهم شالوا بعض 3 ومشوا. بعد 5 ايام جالي واحد، في 2 ما جوش. تمام. فطلعت زغلول صغير خالص لسه، بصوا بالريش الاصفر وما بيعرفش يطير، وسبته بقى يطلع وينزل من الارضيه. بعد كده واقف على الرف وكنت سايب له دي مفتوحه. هتتفرجوا عليهم دلوقتي واحد واحد، ولكن هنخشوا اول حاجه نجيب الكلفه بتاعتنا اهي. تمام. وهنكلف القصوص اللي عندها زغاليل جوه اهي. تمام. دول عندهم زغاليل يا جماعه، اللي عندهم زغاليل دلوقتي اهم ما شاء الله. دول عندهم زغاليل قاعدين عليهم. تمام. وعندنا هنا بنفسجيات. طبعا انا محضن زغلول بنفسجي هنا، ومحضن زغلول مع القص الكركنديات هناك، علشان هنا النتايه اللي موجوده والدكر طار. تمام. عندنا هنا اصل شفرات اهم. دول الشفر، دول الشفرات. تحت منهم زغلولتين برضو، تحت منهم زغلولتين اهو. دول الشفرات معانا اهم برضو، تحت منهم زغلولتين. اتفرجوا عليهم برضو الزغاليل اهي. دي زغاليل شفرات يا جماعه. هنا معانا طيره زاجل ودكر زاجل كريزلي. الدكر ده على فكره مستواه عالي يا جماعه، الدكر ده مستواه عالي. ده زاجل كريزلي على فكره. بصوا الصدر، بصوا الديل، لابس دبلتين، واحده بتاعت جمعيه اللي تحت الانتله، وواحده اللي فيها بيانات وفيها رقم. وادي الكركنديات اهم حضراتكم برضو تحت منهم زغاليل. تمام. هنشيل طبعا الكلفه بتاعتنا دي، وهوريكم برضو الكلفه بتاعت الزغاليل عامله ازاي. تمام. دي الكلفه بتاعت القصوص، ودي كلفه الزغاليل اهي، عوجه وصفرة بس. خلاص هنغطي بقى الجردل بتاعنا ده ونفتح الزغاليل دي ونشوفوهم. بصوا بقى، هما بينقلوا دلوقتي، بيطلعوا يقفوا على الغيه فوق، وفي منهم اللي بيطيروا بيجي تاني. تمام. بس هما بيطيروا دلوقتي الحمد لله يعني، ولكن بيطلعوا ساعات يقفوا على الغيه فوق. لما بيقفوا على الغيه فوق انا بسيبهم. بصوا الزغاليل فرحانه ازاي، ما بكرشهمش بقى. هما دلوقتي بيروحوا بيجوا، ما اروحش انا بقى اطيرهم، ما اروحش انا اطيرهم. لو طيرتهم هعودهم على الزهق، هقفل المصطبه زي ما اتعودنا عشان لما يجوا يخشوا يلاقوا مصطبتهم مقفوله اهو. شوف، واحد بينزل ياخد التاني وراه اهو. بص، عايزين كلفتهم لان انا فاتحهم متاخر النهارده. دايما وانا بكلف الزغاليل الزاجل بالذات بالاخص بقى محتاجين صفاره او شخشخه بالكلفه. دول لازم. ليه؟ لان انا حاطط بعد كده في اعتبار ان شاء الله باذن الله اللي انا هخش احقق بيهم نتائج ان شاء الله باذن الله. هسابق بيهم وهدربهم كويس. فلازم لما الزغلول يجي يحط لي هنا، او دكر حمام لما يجي يحط لي هنا، لازم لما اصفر له صفاره الكلفه يخش، لازم يخش. طيب بعودوا عليها ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي. هم دلوقتي فوق اهم. تمام. بص
اهو بص بص اهو. فهمت كده؟ طول ما انت بتاكله تسمعه الصفاره دي، هيسمع الصفاره دي بعد كده وهو جعان يخش يحبس على طول. خلاص يا جماعه. طبعا احنا دلوقتي هنسيبوهم، هم هيطلعوا يقفوا فوق دلوقتي هنا طبعا عشان ميعاد كلفتهم. بصوا هم جعانين، بصوا هم جعانين اهو عشان ميعاد كلفتهم. فانا هسيبهم على، بصوا الماشين جنب مني ازاي. الزاجل بقى بالذات على فكره المسقه دي فاضيه، ها المسقه دي فاضيه. الزاجل يا جماعه بالذات، الزاجل لو حمامه انت ضغطت عليها وبقت تهاجمها وبتمسكها ياما، اعرف ان الحمامه اتعفرت معاك. وفي نفس الوقت احن حمامه لو حننتها تبقى حنينه معاك. الزاجل يعني هم بص جنب مني اهم، عاوزيني ارمي لهم اي حاجه. الزغلول ده بقى المفصص ده، المفصص ده اهو اللي عاوز ينزل اهو، اللي نزل ده. الزغلول ده جالي بعد 5 ايام، بعد 5 ايام اليوم الخامس جالي، اليوم الخامس جالي. هيعملوا ايه هم دلوقتي بقى حضرتك؟ والزغلول ده انا مطلعه بالشعر الاصفر ما يعرفش حتى يهوي اهو. ما كنتش اطلعه، بص ما كانش بيعرف يهوي حتى الزغلول ده. النهارده ما شاء الله بيطلع ويقف على الغيه فوق وينزل تاني. لما بيقفوا على الغيه انا بسيبه، ده دشار ليهم، ده دشار ليهم. فتسيب الزغلول يطلع براحته ويجي براحته وينزل براحته، ولما يفك ريشه ولا حاجه ويعتمد على نفسه وينشف كويس قوي، هطلع فوق لما يكون واقف على الغيه احط له كيسه، احط له رايه علشان ما يحطش على الغيه تاني فوق وينزل بعد كده هنا. بس مطلوب مني حاجه، ايه هي؟ لو انا هكلفهم الساعه 12 الظهر يتفتحوا 11، لو انا هكلفهم الساعه 2 يتفتحوا 1، يبقى هفتحهم قبل الكلفه بقد ايه؟ بساعه. ليه؟ علشان الزغلول او فرد الحمام يطلع الطاقه بتاعته في الطيران وينزل على مكانه على طول، علشان ده ميعاد كلفته. خلاص يا اخواتي، الحاجات دي مهمه جدا نقول لكم عليها دي. اسمعوا الكلام اهو. واحد طار اهو، واحد طار. مين اللي طار؟ لا ده اللي طار الازازي، لا الازازي اللي هو كان موجود، الازازي اللي قعد 5 ايام بره اهو، ده اهو. التاني بصوا، التاني نزل اهو، طلع على الغيه فوق ونزل في ساعتها اهو. بصوا، والاربعه هيطلعوا والاربعه هيطيروا، وفيهم 2 هيشدوا واحد، وبعد كده واحد يرمي نفسه على الغيه، وبعد كده يقعدوا شويه على الغيه فوق يتدشروا، يقوموا نازلين لي بعد كده فين؟ على اللفت على تحت. ده البرنامج بتاعهم كل يوم لحد لما ينشفوا بس كويس قوي معايا ويحفظوا كويس. وبعد كده هبدا اديهم ميعاد، وبعد كده هاخدهم احطهم في شياله وابدا ادربهم وارميهم، وهيكون معانا الفيديوهات متسجله اول باول واحنا بندربهم على الكلام ده. خلاص يا اخواتي، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.